فبيدخل عندي الزبون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين نعد يا معلم. لو حد بيحصل معاه الكلام ده يقول لي، ولا انا لوحدي الكلام ده؟ يعني انا فاتح محل موبايلات وببيع تليفونات جديدة واجهزة جديدة، تمام. وعندي العرض في الباترينا، اي حد معدي في الشارع قدامه كل التفاصيل، الموبايلات بالاسماء بالمساحات والرام. وعندك كمان كل جهاز مكتوب عليه السعر بتاعه، يعني تدخل تشوف او تبص من بره باترينا بتفاصيلها بالاسعار، كل حاجه قدامك. فبيدخل عندي الزبون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين نعد يا معلم. حاضر يا عم، اللي انت عايزه حضرتك امرني تحت امرك، اتفضل. قول لنا ايه اللي عندك. الباترينا يا عم مليانه، عندك كذا كذا جوه، انا ما نعرفش نقرا. او انت قول لي بس اللي عندك ايه، ما نفهمش انا. اشرح له، ممكن اخده والله معاه اكتر من ربع ساعه، تلت ساعه. اشرح له مثلا موبايل كذا 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 كذا. لما احتار معاه في موديلين ثلاثه، فبقول له انت معاك كام فلوس علشان نحدد لك السعر او الجهاز اللي يتناسب معاك مع المبلغ اللي انت جايبه. يقول لي مثلا 5000 مثلا، اقول له مثلا في موديل كذا 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 كذا. طب وايه تاني؟ اقول له كذا 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 كذا. ادي له اكتر من تليفون، اكتر من موديل، اخذ معاه حوالي تلت ساعه. في الاخر يقول لي طب ما فيش حاجه تانية جايبه قريبه عندك؟ طب ما انا شرحت لك كل التفاصيل اهي. في الاخر لما انا ازهق اقول له انت جاي تشتري ولا جاي تستفسر، جاي تسال اول بدل؟ لا انا جاي نشتري. ما جينا من اخر الدنيا عشان خاطر ما نشتريش. هنشتري بس عايز حاجه زيني. حاضر. اشرح له وافرجه واطلع بره اقول له ده وده 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 بالتفصيل. بعد ما نخلص كده اظن ممكن تلت ساعه نص ساعه ايا كان الوقت، ونعطل الدنيا خالص. ويجي يقول لك ايه، طب هات لي ورقه واكتبهم لي ده في ورقه. ليه يا عم؟ عايز ورقه تملك ورقه ليه؟ علشان خاطر كده نروح نسال ونشوف الناس في البيت ونشوف الجماعه واللي يعجبهم نجي ناخده. امال انت سايب ما يعني طالع عيني انا معاك ليا ساعه بشرح لك وبحكي لك ومش عارف ايه، وفي الاخر ولا حاجه من ده كله ما عجبكش؟ طب ما انت هات يا عم الجماعه، او شوف موديلين ثلاثه اربعه وروح قول لها كذا 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 كذا. ولما نيجي للزبون نقول له معلش كل حاجه قدامك واختار، ونطنش كده وما نسالش فيه علشان عارف انه ده هيحصل. الناس تزعل وتقول عليك انت تنك وانت مش عارف ايه وانت مش كويس وانت وتسمع كلام كتير فوق ما تتخيل. فانا عايز اعرف الحوار ده عندي انا بس ولا عنده معظم الناس اللي بتبيع تليفونات جديده؟ لان بصراحه والله الحوار ده تعبنا نفسيا، مضيع صحتنا وطاقتنا ومضيع كمان شغلنا، وفي نفس الوقت برضو يعني بعض الناس مش بيبقى عاجبها الكلام. تحياتي ليكم، بحبكم في الله.